عندنا حاجة اسمها إدمان مقبول وإدمان غير مقبول، مع إن الاتنين بيموتوا. أعرف الفرق؟ إدمان مقبول مجتمعيًا زي إدمان الأكل وإدمان العلاقات، مع إن في ناس بتنتحر على فكرة مع انتهاء علاقات سامة مثلًا. لكن وعادي بنتقبله وبنتعامل معاه مجتمعيًا جدًا، يعني إيه المشكلة أكتر واحد من إدمان المخدرات، يعني اللي انتحر لكن ده يا عيني يا حبيبي يا روحي، بالضبط. لكن اللي بيدمن المخدرات ده ده منبوذ اخص بالنسبة لنا، عليك يا وِحِش، وحش. قصّرنا في تربيته، ده أنت ما اتربيتش بجنيه. ضعف، هو ضعف معرض ليه. الاتنين ضعف، يعني إحنا بالظبط، لو هنيجي الاتنين ضعف. بالظبط نتكلم، لو إحنا بالظبط بنتكلم بشكل مرض. منطقي الاتنين مرض. بالظبط. أنا باتعامل مع مرض، لمّا أعالجه نبقى نشوف بقى وما اقدرش نستمر في انا العلاقة مع الشخص ده والّا لأ. يعني اضمن روحي ان انا اتعرض لاي مرض من الامراض. انا مش ملك روحي، يعني انا روحي مش ملكي. انا ما اعرفش لما اتعرض للضغوط اللي الشخص الفلاني ده تعرض ليها انا هتعامل مع هذا الضغط باي شكل.